السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الكيك بالليمون، كيجي رائع. كيكه كتجي بنينه بزاف. الكيك راه كيجي خفيف وكيجي هشيش وبنين. وغادي نحتاجو فيها ان شاء الله البيض. غادي ندير واحد 4 ديال البيضات. غادي نزيد شويه ديال الملحه، وغادي نزيد نص كاس ديال السكر سنيده، واحد الكيس ديال الفاني. غادي نطرب مزيان البيض هو والسكر. من بعد ما طربت البيض هو والسكر طربتهم مزيان، غادي نزيد دابا هاد كاس الا ربع ديال الزيت. غادي نزيد كاس عامر ديال عصير الليمون، حتى هو غادي نبدا نزيدو غير شويه بشويه. غادي ندير شويه ديال القشره ديال الليمون، وغادي نخلي شويه الكريمه اللي غادي نزين بها الكيك. غادي نزيد دابا الدقيق، ها الكاس الاول، الكاس الثاني. دابا درت جوج كيسان ديال الدقيق. غادي نخلط دابا هاد الدقيق اللي درت، مازال غادي نزيد انا الدقيق، وغادي نزيد النشا. هذا هو الكاس الثالث. حيت الدقيق كنزيدو غير شويه بشويه، حيت الدقيق فيه انواع، ما نقدروش نزيدو الدقيق مره واحده. غادي ندير واحد معلقه كبيره ديال النشا، وغادي نزيد 3 د الخمارات. وغادي نخلط مزيان. غادي نزيد معلقه صغيره ديال الخل. الخليط هو راه خويته في المول دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. غادي ندخل دابا الكيك للفران. الفران عندي سخون، وغادي نشعل العافيه غير من التحت. العافيه تكون متوسطه، الفران ديال الغاز العافيه تكون متوسطه حتى يطيب لينا الكيك ويطلع. ملي بقى غير يتحمر كنشعلوا ليه شويه الفوق غير يتحمر ونخرجوه. غادي نحضر معكم دابا الكريمه باش غادي نزين الكيك. غادي نحتاجو فيها الكاس ديال عصير الليمون، 2 معالق ديال السكر سنيده، يمكن ديروا 3 المعالق اللي كيبغي الحلاوه، واحد الساشي ديال الفاني، وغادي ندير واحد المعلقه صغيره ديال النشا تكون عامره مزيان. وغادي نخلط مزيان هاد النشا حتى يذوب في هاد العصير. وهاد الكريمه ما غاديش نديرها تبدا طيب حتى يقرب ليا الكيك يوجد. غادي نخلطها وغادي نخليها هنا حدايا. من بعد ما قريب الكيك يوجد ليا، ديك الكريمه باش غادي نزينو هي هذه اللي وجدت معكم. رديتها دابا باش تعقد. غادي نزيد عليها هاد شويه ديال القشره ديال الليمون، وغادي نخليها حتى تعقد وغادي نحيدها. هي راه كتجي شويه خفيفه، ما كتجيش عاقده بزاف. راه غتشوفوا معايا الشكل ديالها كيفاش غيكون. هذا هو الشكل ديال الكريمه، راه كتجي بحال هكا، ما كتجيش عاقده بزاف، كتجي غير خفيفه. صافي غادي نطفي عليها دابا ان شاء الله ملي يبرد الكيك شويه وغادي نسقيه. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك اللي وجدت معكم. الكيك بالليمون راه كيجي رائع. المذاق ديالو زوين بزاف، خاصه الناس اللي كيعجبهم المذاق ديال الليمون يوجدوا هذا الكيك، راه كيجي رائع وناجح 100%. وغادي نقطع معكم باش تشوفوا كيفاش كيجي. انا راه غادي نقطعو مازال سخون. الكيك راه كيجي خفيف وكيجي هشيش وبنين. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه. بالصحه والراحه.